بيقولوا إنه أبو الهول مش مجرد تمثال ولا حتى حارس للأهرامات وبس. في ناس بتعتقد إنه نقطة اتصال بين عالمنا وعالم تاني، حاجة زي بوابة نجوم من آلاف السنين. والأسطورة بتقول إنه في لحظات معينة لما النجوم تصطفي فوقه بشكل محدد، الوقت بيتغير والهواء بيقف، وكأنه المكان بينفتح على بعد تاني. ناس كتير حاولت تفسر النقوش اللي حوالين المنطقة، وفي ناس قالت إنه الفراعنة كان عندهم معرفة فلكية مش طبيعية، وممكن يكون السر لسه مدفون تحت الرجلين بتوعه. حقيقي؟ أسطورة؟ الله أعلم، بس اللي أكيد إنه أبو الهول مش عادي، ولو في باب للعوالم التانية في الأرض، الغالب إنه هناك.